احنا صباح النور وصباح الجمال. جينا النهارده هنا كده، النهارده الموافق الجمعه بعد صلاه الجمعه على طول جينا على كافيه. في كافيه عندنا او قهوه. يعني كافيه انا ولا نفسي قهوه؟ اعيد، انت عارف انت. بص انا اول مره في حياتي اعمل فيديو، يعني انا عايز عشوائي. افهمكم فكره الفيديو برضه عشان تبقوا معايا. الفيديو ده مش هيتقطع خالص، يعني زي ما هيتصور زي ما هينزل بالظبط. فرقم واحد، بس انا يعني بحاول على قد ما اقدر ان مش عايز ارغي كتير قوي على اساس ايه المده ما تبقاش طويله عليكم. ودي هيبقى ان شاء الله بلاي ليست جديده هنزلها هنا على التشانل. ممكن نسميها مثلا ايه، يعني لسه اشوف اسمها يعني، بس عايز اعمل ايه. الرأي والرأي الآخر. لا ممكن اسميها مثلا من غير مونتاج، ممكن اسميها مثلا ممكن زي ما هي. يعني انا كل الكونسبت من البتاع دي ان انا عايز الفيديو يبقى خفيف قوي سلس وتلقائي جدا، خليها وعليها ويطلع وخليها. اتفضل معانا طبعا الاخ انس ده صديقي، خليها وعليها. عايز الفيديو يبقى تلقائي جدا، يطلع زي ما هو بغلطاته. وده عشان يعني انا عايز اوضح حاجه بس للمشاهد، ان عادي يعني الغلط ده شيء حتمي ولابد منه. ومش كل حاجه لازم تبقى بيرفكت قوي وتبقى متصوره يعني موت. حكيم يا شيخ. متصوره موت، تسيب الغلطات عادي. المهم يعني حلو جميل. النهارده هنتناقش في موضوع الا وهو، انت في الفوكس يا انس؟ انا في انا ممكن يعني خليك في مستوى ماشي. يلا بس عشان هو ايه يلا الفيديو ده زي ما ينزل زي ما اتصور زي ما ينزل. حوار صعب جدا بالنسبه لي على فكره، دي تجربه جديده. انا اول مره اعمل الموضوع ده، ان انا اصور حاجه وانا يعني مش عايز اغلط، او يعني الكلام يبقى منضبط. انت لسه بتقول هغلط عادي وقلت انك هتغلط. ايوه بس يعني بيغلط. حوار صعب يعني، لان انا دايما بقص بالمونتاج. باختصار شديد الفيديو النهارده هيتكلم على يعني انا عايز كنت في الفتره اللي فاتت دي قرات الكتاب ده بيتكلم عن اسرق مثل فنان، ده اسم الكتاب، وبالانجليزي اسمه ستيل لايك ان ارتست. طبعا انس انا قلت له يعني هو مش عارف انا اتكلم فين النهارده، يعني انا حبيت كده الموضوع يمشي كده عشوائي جدا عشان هو يبقى ردود فعله تبقى هي ردود تلقائيه. معلش قلت انا اسم الكتاب عشان الناس تبقى بالانجليزي ستيل لايك ان ارتست. هو مكتوب بالانجليزي الكتاب ولا عربي؟ هو طبعا مترجم يعني. مترجم. وبالعربي اسرق مثل فنان. يعني لو سرقت سرق جمل ولا مش هي دي؟ انا بفهم بس مش هنعرف نقص. بفهم. الله عليك يا عم انس. فاسرق مثل فنان باختصار شديد، يعني انت مثلا طول ما انت عايش في الدنيا دي بتتعلم مجال جديد او بتعمل حاجه جديده. ممكن في المجال ده يكون في حد سبقك من بدري ودخله وطلع مشاريع وطلع حاجات، وطلع لو هو مثلا مجال فني طلع مثلا قطع فنيه قبل كده من قبليك. وانت ممكن يعني صادف ان انت وانت بتطبق تلاقي نفسك بتقلد واحد اصلا كان قديم في الشغلانه. حلو. فهو الكتاب بيقول لك يعني انت ما تقلدش وخلاص. يعني انت اسرق الفكره بتاعت المشروع حد تاني، ولكن وانت فنان. يعني ايه؟ يعني لما هتاخدها او تشتغل عليها يعني تقلدها زي ما هي. حط ليك لمسه شخصيه بتاعتك. حط ليك لمسه، دي نقطه رقم واحد. نقطه رقم اتنين، يعني ممكن تزود تقلل تعمل لها ميكس مع الممارسه بقى يعني. بس يعني هو اللي قصده يقوله يعني تعمل لها ميكس مع حاجه تانية. يعني مثلا انا مثلا انا مثلا بعمل كونتنت ليه علاقه شويه سفر، بجرب مطاعم، بجرب حاجات. في بعض الاحيان باجي مثلا اروح اصور في مكان، بقول المكان ده فيه مثلا فلوجرز مثلا كتير صوروا فيه، في ناس مشهوره ومعروفه صورت فيه. حلو. فانا ايه اللي انا هزوده؟ وانا لو صورت في نفس المكان هيبقى ان انا بقلد الشخص ده، فاهم؟ طب انت ايه يا وليد، كايه وليد انت بتعمله بتحس انك ليك لمسه؟ والله يعني انت شايفه او الناس بتقول لك كذا؟ انا اللي ادركته مع الوقت ان هي اللمسه بتيجي اصلا، يعني انت بتبقى مفكر ان انت هتقلد الشخص كما هو وزي ما هو عامل فيديو، وبتحس من اول موضوع ان انت هتقلده جدا. بس انت مطرح ما بتنزل تصور وبتشتغل وبتعمل بتلاقي ان لمستك اتحطت اجباري. اكيد اجباري شخصيتك طغت على الفيديو. اكيد اللي انا شايفه في شغلك. يعني اجباري شخصيتك طغت على الفيديو، اجباري يعني طريقه مونتاجك مثلا لو هتمنتج او حاجه، وطريقه سردك الاحداث، كل ده يخلي الفيديو يعني متطعم. يعني هو يمكن نفس المكان ويمكن نفس الفكره، بس انت حطيت فيه لمستك الخاصه او طعمته بطريقتك. حلو. يعني دي كان حاجه كنت عايز اناقشها، اللي هو يعني انت يعني كتير جدا انا باجي مثلا ببقى عايز اعمل فيديو. انا مثلا بعمل ريلز، بصوا انا عايز الفيديو ده يبقى تلقائي جدا، يعني مش عايزين ايه. احكي لنا تفصيله كده انت بتعملها. ما انا هقول لك دلوقتي، بس انا عايز الفيديو يبقى تلقائي، يعني عايز اتكلم عادي براحتي، لو هنجيب سيره حد عادي بس مش هنجيبه في الوحش يعني. انت اوريدي تلقائي دلوقتي. بس في حته كده، انا كنت اول ما بدات اصور فيديوهات كان في حته اللي هو عزه نفس، او اللي هو مش عايز اجيب في سيره حد يبان مثلا، يعني مش قصدي يعني مثلا انت مثلا تجيب سيره حد مشهور فيبان ان انت ايه
زي ما تقول كده بتحاول مثلا تخبط معاه عشان مثلا يعني تتشير على حسابه او مش عارف ايه او كده. حطاب وجبت كذا. ما انا مثلا اول ما بدات يعني بعمل كونتنت ما كنتش بحب اعمل كده خالص. بشكل مهني، انت عملتها بشكل مهني. بس انا ما كنتش بحب اعمل كده، بحس ان انا يعني ايه، تحس ان انت خبطت مع حد على اساس ايه، يعني على اساس ان انت مثلا تتشير على حسابه او حاجه زي كده. فكنت في حته عزه نفس اقول له انا لا مش هعمل كده، انا ليا شخصيتي الخاصه. ولكن مع الوقت ادركت يا عم ايه المشكله طيب لما تقلد حد او تجيب سيره حد طالما هي السيره كويسه. وتاكد تماما في نقطه عايز انوه عليها، تاكد تماما ان اي حاجه انت بتشوفها في الدنيا هي اوريدي اساسا. يعني لو شفت مثلا عمل فني في حد عامله مثلا، لقيت مثلا يعني اقول لك ايه، مثلا في مثلا الفلوجر الكبير طبعا استاذ كريم السيد. كريم السيد ممكن مثلا في بعض الفيديوهات مثلا بيعمل بي رولز بطريقه معينه. ممكن تلاقي مثلا جو حطاب مثلا بيستعمل مثلا درونز في التصوير وبيصور بطريقه معينه، بيسافر كتير وكلام زي كده. فانت ممكن مثلا تيجي تقول انا مش عايز اقلدهم عشان ما يبانش ان انا بقلدهم يعني. فيقول لك ده بقى هو اللي بادئ الاول وعامل المجال، او هو مثلا اللي بدأ وعمل الموضوع ده. بس اصلا تاكد تماما ان الشخص اللي هو عمل كل ده هو ممكن يكون خد برضو الافكار دي من حد تاني بس طبقها بطريقته هو زي ما انا قلت في الاول. فهي الفكره كلها ان انت يعني الحاجه اللي انت بتفكر ان انت بتسرقها من حد هو اوريدي الشخص ده سرقها من حد. هي مش معناها السرقه اللي هو السرقه، بس اللي هو يعني زي السيمبل. واحد يقول لك عمل اغنيه سيمبل، ساعات في ناس بتعتبرها لها سرقه، يقول لك ده هي مش سرقه، هو خد مزيكا طبعا اغنيه ام كلثوم مثلا يسامبل اغنيه قصدك. في ناس بتقول لك دي سرقه، بس دوت بيبقى بره المجال. لكن في المجال نفسه اللي بيبقى فاهم في المجال انت بتعملها بشكل مهني. استنى بقى عشان وبتقول برضو ان ديت واخدها من كذا سيمبل، وبتقول المنتج اللي تحت ممكن تقول مثلا بشكر المنتج او بشكر اللي عمل فبالظبط ده شكل مهني بالظبط. مثلا ده مثلا في مجال المزيكا او حاجه شبه كده، ان هو مثلا ممكن يقلد حاجه بس هيحط فيها تاني. فانت تاكد تماما ان انت لو بتقلد حاجه من حد مثلا وحاسس ان انت بتقلده او مثلا يعني كربونه واحده او بتشفه، فتاكد ان الشخص ده اساسا يعني كان مستلهم او واخد الفكره من حد تاني. فالموضوع يعني خد الالهام من حد تاني. أيوة. الموضوع مش بيمشي قوي ميري زي ما انت بتبقى متخيل او كده. لان انا يعني جت فتره كنت عايز اعمل كونتنت، في افكار كتير كانت تيجي على بالي، بس مثلا باجي ابص على المكان اشوف مثلا ايه، اروح مثلا اصور مثلا في قنبله الكرنك، اقول يا عم ده خلاص ده الشخص ده صور هناك وده عمل هنا. او فكره فيديو مثلا يعني انا مثلا نزلت امبارح ريل على التشانل، طبعا احنا داخلين في 8 دقايق او 7 دقايق 45، يعني انا مش عارف الوقت الطاير يعني. بس انا عايز الفيديو يبقى كده يعني يبقى زي ما هو زي ما بيقول تمام. كان يجي في دماغي افكار كتير قوي بس اقول مش هعملها عشان خلاص الشخص ده عملها، فانت بتقفل الباب مع ان هي مش بتمشي كده. فبس حتى لو كنت بقول لك كده ليه بقى، لان انا مش في المجال، فما يعني ما بفهمش ان كل واحد له لمسه، كل واحد له بالظبط. فانا حبيت برضه بتتحسب يعني، معلش هي بتتحسب برضه. واحد يقول لك ايه، هو فعلا واحد عمل الفيديو ده كتير زي بالظبط يعني تحدي قوي انك تعمل فيديو ناس عملته بتعمله بشكل ثاني، برضه يبقى عليك في ضغط. بالظبط، يبقى في ضغط ويبقى في اللي هو انت حاسس ان انت مش هتعمل حاجه جديده. بس صدقني والله مطرح ما بتبدا يعني انا تصالحت مع الموضوع. اول حاجه يعني بقيت بقول يا عم ايه المشكله اما اقلد، ما هو وارد يكون الشخص ده مقلد، وحتى لو مش مقلد انا اقول ان انا قلدت الشخص ده، ما فيهاش اي عيب طالما ما احنا بنعمل حاجه كويسه للناس يعني تليق بذوق المشاهد وحاجه شكلها كويس للمشاهد. فيعني وما اذيتش الشخص التاني، وعادي ممكن اعترف جدا ان انا بتعلم من ناس كتير يعني فاهم. بس في سؤال هنا معلش يا وليد، الحاجات دي اكيد يعني انت طبعا احنا قاعدين، انا عايز اوريكم يعني زميلي دريك جه بس طبعا هو ورا الكاميرا. تحب تطلع يا مستر دريك؟ لا هو دريك مش لسه صاحي من النوم يعني وكده، بس عايز اوريكم المكان مش هطلعك ما تقلقش يعني. بص برضه عشان تبقى متخيل معايا المكان، هي عندنا في كافيه في المنطقه. الكافيه ده انا عايز اعمل فوكس على ورا، ايوه يلا بقى على ورا اهو. الكافيه ده في وسط هو في زي عندنا زي ميدان كده او ساحه يا وليد، هو الكافيه فاتح فيها يعني. نرجع للموضوع والدنيا ايه وفيها شجر وزرع. وزرع بتعملها دي اسمع بس بجد والله هو اصلا اكيد الكلام انت بتحكي فيه ده انت بتحكيه انت عرفته من الممارسه، اللي هو مثلا بتجرب حاجه وفي تحدي. بس هل الكلام ده له حاجه يعني زي ليرن، يعني حاجه نقدر له سكريبت مثلا الناس ماشيه بيه، او له حاجه بتتعلم اللي هو فن التصوير، فن انك
انت بقى تاخد الموضوع لتصوير يعني مهني بقى، شكل يعني ماشي. نتكلم بشكل طب تعالى مهني. نتكلم في الموضوع ده بس نعمله انت فيديو مره تاني. قلت لي حاجه عن اللي هي الاورجازم، مش عارف اسمها ايه، لا. انا بنسى الاسم. لا مفيش هنا انت قلتها ايه؟ الالجوريزم. الأورجازم. طيب ممكن نعمل فيديو تاني يعني دي النقاط بعدين ده ماشي. يعني احنا بنتناقش في حته اسرك مثل فنان. عايزين بس نكسر الحته دي عند الناس، تمام. نعمل فيديو تاني ونتكلم اكتر عن صناعه المحتوى ومش عارف ايه وبتاع شكل مهني. احنا قاعدين حبه على القهوه يعني يوم الجمعه بعد الصلاه، جبنا كوبايه قهوه حلوه، فيديو تلقائي جدا، اكني قاعد بتكلم مع انس وانتوا قاعدين بتتفرجوا علينا بس مش اكتر يعني. قاعدين انت اكنك قاعد بتسمع معانا يعني، قاعد معانا على القهوه. شايف دريك اللي قاعد ورا الكاميرا ده؟ اكنك دريك قاعد بتسمع الحوار كله بس. يعني هو الفيديو عايزه يكون موجه كده. ماشي. ناخد بقى قهوه طيب. خد يا عم. انت هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ يعني هو ثابت والله يعني، مش لازم بقى ايه. ادخس يا عم، بص بتعمل ازاي ماشي. يعني لو انت موقف نفسك، يعني ختام الكلام برضو، لو انت موقف نفسك عشان مش عايز تقلد حد او حاسس ان انت اول ما هتبتدي تعمل حاجه هتكون بتقلد، يعني انا بقول لك اهو يعني كفايه خوف من المجتمع. نيابه مني وليد دوكيومنت. قصدك تقول كده؟ انا قلدت ناس كتير هو كفايه خوف من المجتمع، وكفايه كمان ان انت تقول ان انا بقلد. يعني ايه مشكله اما تقلد الشخص ده اساسا اللي انت مفكر ان هو اول واحد عمل البتاع دي؟ ممكن يكون مقلد عادي جدا، وهو الموضوع مش عيب يعني. ايه انا لما تقلد يعني بس حط لمستك لغايه لما تبتدي بقى تفهم اكتر وتمسك الطريق وتبتدي تطلع بقى النوع من الفن بتاعك. فدي بس تقلد لحد ما تعمل براءة اختراع مثلا بالظبط. فهو يعني عشان دي كانت حاجه بتراودني انا بكلم وليد من الاخر، بكلم وليد وبنصحه النصيحه دي. يعني الفيديوهات دايما اللي انا بعملها بحب ان انا اقول حاجات انا خبرات انا عديت عليها، مش هتكلم في حاجه انا ما عديتش عليها، عشان حاسس ان انا بدي علم كده ايه يعني. عايز اتكلم في حاجه. بتروح مثلا وسط البلد في ساعه، الوقت بتروح في 5 دقايق. اتعلمت طبعا. بقيت بتركب من هنا على الكورنيش على طول. أيوة. مثلا بالظبط. فانا يعني بعمل الحاجه دي، بكلم وليد في المستقبل وفي الماضي وفي كل، بتكلم مع نفسي من الاخر، تمام. فما فيهاش اي مشكله ان انت تقلد، وده يعني بدليل مني ان انا جربت اعمل حاجات والتشانل ابتدت تطلع والله. يعني احنا دلوقتي الحمد لله 1K، طبعا 1K وكسر يعني، بس احنا هنتكلم ان احنا 1000 مشترك. حلو. وعلى فكره ده رقم كبير مش صغير يعني. انا عمري ما كنت اتخيل في يوم من الايام ان انا هيتابعني 1000 واحد، بعيدا بقى عن يعني في فلوس جات لي ولا لسه، في مثلا يعني اتعرفت جدا او بس 1000 واحد ده يعني دول ناس كتير قوي عليا بجد. يعني ده طبعا شرف ليا، وفي نفس الوقت يعني دايما ببقى عامل حساب بالظبط ان انا عايز اطلع لهم حاجه طليق بيهم، يعني طليق ان في 1000 بني ادم بيتابعك. خلاص يبقى كفايه مطاعم وما تستهترش بالارقام. لو انت بتعمل كونتنت او لو انت مثلا نزلت بوست مثلا لشغلك مثلا على لينكد ان على الفيس على مش عارف ايه، فجاب مثلا 50 لايك ده يعني احنا بس في زمن الارقام فيه بقت كتيره قوي. كده لينكد ان بيدي لاي حد لايكات وبيوزع بس يعني احنا بقينا في زمن الارقام فيه بقت كتيره قوي. فيعني بتحس ان ال 50 دول قليلين، بس 50 دول لو حصرتهم هتلاقيهم مليون اوضه كامله. فما تستهترش بالارقام. ممكن في وسط مثلا 50 واحد دول يجي لك يعني زي ما تقول ايه فتحه رزق او باب فهمنا جديد. الحكمه ماشي بس بدون استطاله. ده كان يعني الله عليك خاطره سريعه كده. فدايما فكر نفسك اصرخ مثل فنان. ولو انت متفق معايا بعد النقاش ده اكتب لي في الكومنتس اصرخ مثل فنان، وفولو او اعمل لي اشتراك لو يعني شايف ان انت اتعلمت اي حاجه جديده. وده كان فيديو كده بالحب يعني، زي ما احنا قاعدين زي ما هتاخده على طول.